بيتك يا حيواني شو هالوعى الزفرة، لو دفنوكي بالجبانة ما بدك هالتجرة. ليش يا أستاذنا؟ حابب اليوم أحكي عن موضوع الفنان الأديب والمحترم واللي ما في منه دخيل قلبه، الفنان ياسر العظمي. مين منا ما سأل حاله ليش هذا الإنسان أو ليش هذا الفنان مع حفظ الألقاب طبعا، ليش ما بيساوي مقابلات تلفزيونية؟ ما في إله ولا مقابلة، يعني شغلة غريبة عجيبة. هلأ في ناس بيقولوا أو قالوا بعد الأقاويل يعني إنه هذا الفنان بيتلبك وبيصيبه توتر قدام الكاميرا. ما بعرف إذا كان الكلام صح. ياسر العظمي عم يشتغل بسلسلة مسلسل مرايا من الثمانينات، يعني تخيلوا من أكثر من 40 سنة هذا المسلسل، وأكثر من 1000 شخصية عامل و1000 كاركتر وفلكلور وحركات بركات، وكل هالفلسفة اللي عنده بالحكي والبلضمة والكلام، ما شاء الله عنه لسانه مثل البروانة. معقول بيستحي قدام الكاميرا؟ ما عم تفوت بمخي. يعني مستحيل يكون مثلا انه ما بيعرف يحكي قدام الكاميرا او بيتلبك مثلا. لا مو معقول، في سبب تاني. يعني بتذكروا حلقة مرايا لما بيكون شو اسمه يا ربي، الدكتور سمعان، الأستاذ سمعان، لما بيروح على الضيعة وبيعمل حاله استغفر الله إنه بيعرف بالغيب. تتذكروا البلضمة اللي بتبلضمها والفلسفة؟ راح وزيكم مقطع منها. ورصاص يخلع رقبته والحمى تسلق قامته، وإن شاء الله بالعاجل تستلمي ورقة نعوته. ليش أستاذ؟ فال الله ولا فالا. يعني انتو بتتخيلوا واحد بهالفصاحة والحكيات وتأليف الأغاني وهالشغلات كلها وما يكون بيعرف يعمل مقابلة على التلفزيون؟ مستحيل. لهذا السبب يعني بدنا نستبعد موضوع انه هو ما بيطلع مقابلات تلفزيونية لأنه بيتلبك قدام الكاميرا. هذا الموضوع قطعا مو صحيح. عنده أسباب تانية. هلأ يمكن هو لأنه مو بحاجة شهرة، أرسيف بحاله دخيل قلبه. أنا حاطة عيني عليه بصراحة، الله يحميه يا رب. شوفوا لي هالمقطع الثاني من نفس الحلقة، تابعوا معي. شو بدي أعمل بغيرته هالزايدة؟ تك 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 طاير طيرك وانتي جذبة بتفكيرك، هذا جوزك هالمنظوم متجوز تنتين غيرك. وليه؟ شو عم تحكي أنت؟ معقول؟ ولك دخيل قلبك يا ياسر العظمي. هذا الإنسان عبقري، هذا الإنسان شو عبقري. ونقطة آخر السطر. إذا بدي أقعد أعمل عنه حلقات ما بنخلص، ما بكفينا 2000 3000 فيديو. تابعوني، اعملوا لي متابعة وسبسكرايب للقناة تبع اليوتيوب، واعملوا لي الشغلات كلها، يعني هي المشاركة والإرسال لصديق، اعملوا معروف يعني، تعليقات لايكات مشكل يعني.
الله يسعدكم، تصبحوا على خير. إذا بدكم حلقة تانية بعتولي على التعليقات. تصبحوا على خير. السلام عليكم.